صباح الخير يا حاج. صباح النور يا حاجة. احنا النهاردة كام شعبان يا حاج؟ والله ما انا فاكر يا حاج. كل يوم اسأله السؤال ده من اول شعبان واحنا هو في اواخره ويقول نفس الكلمة، وانا عارفة انه فاكر. ده عينه على النتيجة على طول، لا بينسى تاريخ ولا ميعاد. هو انا مش كل يوم اسألك السؤال ده وانا برد عليكي نفس الرد؟ طب مش تقولي انت بتسألي السؤال ليه؟ هيكون ايه يعني؟ مستنية رمضان يجي، كل سنة وانت طيب. اديك قلت رمضان على الابواب، كل سنة وانت طيب. رمضان على الابواب يا حاج. ايه يعني؟ اقوم افتح الباب؟ لا، افتح الدولاب. عايزة ايه من الدولاب وبرق عينيه؟ انتوا ما تعرفوش اللي في الدولاب. فلوسه في الدولاب، وتاخدوا منه نور عينيه ولا تاخدوش منه فلوس. المهم، عايزة فلوس تعملي بيها ايه؟ زي اللي كل الناس بتعمله. هجيب خزين للبيت، البيت فاضي. ما هو طول السنة فاضي. طيب اديك قلت طول السنة فاضي، نملاه شوية في رمضان. رمضان شهر الخير والبركة. استني يمكن حد يجيب لنا شنطة رمضان. يا نصيبتي السودة، هو انت محتاج؟ ده انت المفروض تطلع بدل الشنطة شنط، واول شنطة تطلعها لبنتك. بنتي بجوزها، عندها راجل مسؤول عنها يجيب لها كل اللي هي عايزاه. اديك قلت راجل مسؤول يجيب لمراته كل اللي هي عايزاه. وانت زيك زي اي راجل، ولا انت مش زي جوز بنتك وزي اي راجل؟ عايزة ايه؟ لخصي وخلصي. عايزة موسم لبنتي، وعايزة خزين لبيتي. يا نهار ابيض، حاجتين. طيب خزين لبيتك هتصرف واجيب. هتصرف يعني ايه؟ هجيب. لا ادينا انا اجيب. لا مش هديكي. وعلى كده كل يوم وكل رمضان. بس رمضان ده زاد ان عندي عروسة اتجوزت. ما انا معايا ولد وبنت، طلعت بيهم من الخنقة اللي انا مخنوقاها في البيت ده. الراجل ده من يوم ما اتجوزته وهو منشفها عليا ومقروطها قوي، واقول عديها عديها، ما احنا بناكل وبنشرب ومستورين وعايشين. علمت الواد والبيت من غير ما يتدخل في مصاريف تعليمهم ولا كسوتهم. ما احنا الاتنين كنا موظفين، بس هو طلع معاش من 5 سنين وانا لسه طالعه معاش من كام شهر. هتقولولي فلوس معاشك راحت فين؟ وديتها على طول على جهاز بنتي اللي جهزته لها بالقسط وبديون. اول ما قبضت المعاش رحت وزعته، وهو عارف وما تدخلش في الجهاز، وكان بيطفش لها اي جوازة. وماشية حياتنا على كده عشان ما خدش لقب اللي خربت بيتها، اللي شحططت عيالها. مع ان من حق اي ست تعيش مع راجل معيوب تاخد اللقب بجدارة وما يهمهاش كلام الناس. لكن هعمل ايه؟ ما علينا، احنا قاعدين في بيتنا ملكنا، ورث عن امه وابوه. البيت دور ارضي، شقة كانت بتاعت امه وابوه مليها كراكيب، والشقة بتاعتنا عفشها شبه الكراكيب. البنت اتجوزت ولله الحمد، والولد بيخلص اوراق الجيش، بيعمل المعافاة، خلص هو كمان. وكل يوم يا حبيبي رايح جاي على المكان اللي فيه التجنيد عشان يخلص اوراقه، لا يديله فلوس في جيبه ولا يسأله معاك ولا ما معكش، ومسافر على الطريق. والحمد لله انا بدي. مهم، فضلت اقاوح وجادل معاه انه يطلع فلوس ويديني قد البنت او اجيب لها موسم. مفيش فايدة وانا معيش. انا بشوف صندوقه في الدولاب اللي عمري ما مديت ايدي عليه، فيه فلوس كتير والله تعدي 40-50 ألف. خليته نزل والشيطان لعب في دماغي. كلمة ابن قالها لي قبل كده وانا بقول له مش عايز يديني، قال لي قلبيه وراح ضاحك. الواد بيقولها بهزار بس ما خرجتش من دماغي.
هو خرج من هنا وصراحة عمره ما قفل دولاب، لأني عمري ما مديت إيدي وخدت حاجة وهو مطمن. الشيطان لعب في دماغي أو حقي وحق بنتي، ومديت إيدي وخدت 3000 جنيه، وقلت في وسط زحمة الفلوس وكترها مش هياخد باله لحد ما تجيني فلوس وابقى احطها وخلاص، عشان ما احرجش بنتي مع حماتها وسليفة، ما هو بيت عيلة. ونزلت جبت الموسم للبنت ورحت لها وقضيت اليوم معاها، والبنت بقت يا عيني تبصلي وهي فرحانة اني كبرت بيها في وسط العيلة ومع جوزها، وفي نفس الوقت عايزة تقولي جبتي الفلوس دي منين؟ ما انا عارفة اولك واخرك، وانا اللي ماسكالك حساباتك وديونك واللي بتسديه واللي بيتبقى. محبتش اضيع فرحتها وقلت لها فلوس وجاتني فلوس، رزقك، ولهيت الموضوع. وقضيت اليوم مع بنتي اليوم كله، كنت عامله له اكل وسايبهوله، وكل شويه يرن على ابني في المحافظه اللي هو فيها اطمن عليه، ساعات يرد وساعات يكنسل. المهم لحد بعد الغدا كده بشويه ابني رد عليا وقال لي انا راجع في الطريق. ترجع بالسلامه يا حبيبي، ترجع بالسلامه يا ضناي. عمره ما تعبني لا هو ولا اخته، عاشوا يا عيني شبه المكسورين بسبب تصرفات ابوهم، ولان ابوهم كان دايما يمثل العصبية لما نجيب له سيرة فلوس فكنا بنريح دماغنا. لكن الصراحة العمر مد ايده ولا هنم معنى الاهانة، بس ما هو الحوجة اهانة، ولما احتاج لبيتي ومدي ايدي اهانة، ولما احتاج لجهاز بنتي واستلف والدين واجيب بالقسط وهو معاه اهانة، ولما ابني يبقى نفسه في حاجة ومعرفش اجيبها له على طول او معرفش اجيبها خالص اهانة. الاهانة مش مد الايد وطولة اللسان بس، الاهانة انواع كتير. ما علينا. بدأت ارن على ابني من قرب المغرب كده، ما يردش، جرس ما يردش، وفي الاخر تليفون اتقفل، شبكة يا فصل شحن، هو ده اللي جه في دماغي. ورن ما رن مفيش فايدة، والحاج كان عارف ان بنتي عزماني على الغدا وهقضي اليوم معاها، حصلت قبل كده كم مرة. وروحت البيت، اول ما روحت البيت لقيت في 2 3 من الجيران واقفين وبيقولوا لي كلمي. اكلم مين؟ في عسكري بيسأل عليكي. عسكري؟ ده فين ده؟ دخلت البيت جري لقيته واقف على باب الشقة. ايه يا حاجة ملطعلك من بدري، في ايه يا ابني؟ عايزينك في الاسم. في الاسم؟ دماغي لفت، ابني حصل حاجة، وبقيت ماشية معاها وانا عمالة ادعي ودموعي نازلة، يا رب استرها، اي حاجة الا ابني، يا رب استرها واحفظ لي ابني. مشوار كان قريب لكن في نظر انا كان بعيد قوي، لحد ما وصلت القسم وانا رجلي اتقدم ورجلي اتأخر، وعمال اتخيل يا ترى حادثة، يا ترى ايه اللي حصل لابني، يا ترى بعد الحادثة عايش ولا لا قدر الله. دخلت القسم ودخلوني الأوضة اللي فيها الضابط اللي عايزني. لقيت شاب ابن حلال كده قاعد على مكتبه وشه بشوش. داخله لحد عنده وهو بيقول لي اتفضلي يا حاج، ولمحت ابني واقف جنبه. حمدت ربنا ابني عايش واقف على رجليه. مش مهم بقى اللي حصل، مصيبة، كارثة، ضرب حد، اتخانق مع حد، شتم حد، ما علينا، المهم انه بخير وحي يرزق. وقال لي اقعدي يا حاجة. مسكت ابني الاول وحضنته واترمى في حضني وعيط. يا ترى بتعيط ليه يا حبيبي؟ يا ترى في ايه؟ وخدني من ايدي قعدني على الكرسي اللي قدام مكتب الضابط، وانا بصة في الارض وبرفع عيني لقيت اللي محدش يتوقع.
لقيت الحاج قاعد على الكرسي اللي قدامي. ايه ده؟ هو انت كمان هنا؟ هو في ايه بالظبط؟ وبيبصلي نظرات كلها غباوة. الضابط قال لي الحاج عامل فيكوا بلاغ، انتي وابنك ان انتوا سرقتوا. معقولة هي وصلت لكده؟ بلاغ فينا ان احنا سرقنا؟ بصيت له كده وقلت له عرفت تعملها؟ قال لي زي ما انتوا قدرتوا تعملوها. الضابط سألني يا حاجة في حد غريب دخل البيت وسرقكم؟ قلت له لا يا ابني، انا اللي خدت الفلوس. ابني جري عليا وقال له لا انا اللي اخدتها. انت بتدافع عني في ايه؟ هو انا حرامية؟ لا انا اللي خدت الفلوس، بس انا مش سرقتها، انا خدت حقي وحق عيالي. وعيوني اتملت دموع. والضابط كان رحيم بيا عن جوزي وقال لي اهدي يا امي، طول عمره حارمنا ومنعنا، واختك لو تقبل ان اقول اختك عروسة وفي وسط عيلة ونفسي اوديلها الموسم والفلوس مرمية في الدولاب، وبنتي مكسورة الخاطر في بيت جوزها، كان ينفع؟ طلبت منه مرة واتنين وتلاتة وعشرة ورفض. خدت الفلوس وجبت موسم لبنتي وكبرت بيها قدام اهل جوزها. الضابط بصله وقال له قوم يا حاج، خد مراتك وابنك وبص على راسهم قبل ما تمشي، ولو جيت هنا تاني هحبسك. برجل مش عارف يقول ايه. راح الضابط مطبطب عليا، مطبطب على ابني، قال له امسك امك وابوك في ايديك واخرج بيهم والله يعينكم. واحنا في الشارع وماشيين مشي قدامنا متكتر ومش طايق نفسه ومش شايف قدامه، لحد ما هوب جت عربية طيرته من على الارض. الراجل اتخبط، جرينا بيه على المستشفى، واسبوع واتنين وشهر وهو من عملية لعملية لكسور، لحد ما خرجنا بيه وعنده نسبة عجز في رجليه الاتنين، ولسه هيخضع لجراحات تانية ومحتاج خدمة ليل ونهار. وطبعا مش هنطلع بيه الدور اللي فوق، قلنا ننضف أوضة من الأوض اللي في الشقة اللي تحت اللي عاملها للكراكيب. ودخلنا ونضفنا الشقة، والأوضة اللي كلها كراكيب اتملت بالحشرات، فتحناها وشيلنا كل حتة فيها أنا وابني وبنتي. واحنا بنشيل لقينا اللي محدش يتخيله، شويلة مليانة فلوس أكتر من 2 مليون، شايلهم ومخبيهم، عشان كده مش عايز يأجر الشقة. طبعا خدنا الفلوس وقسمناها بشرع ربنا، لكن ضميري وجعني قوي وبقول لنفسي يا ترى اللي عملناه ده حلال ولا حرام؟ هو مش هيعرف ان احنا خدناه لانه مش هيتحرك من مكانه، واحنا هنقفل الأوضة تاني. لكن ضميري بيقول لي الفلوس دي مش من حقكم، مش هو اللي اداها لكم. ودي كانت حكاية من حكاياتنا، حكاية ورا كل. إذا عجبتك قصتنا اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس توصلك حكاياتنا.